الاستئناف تشرع في محاكمة الطبيب التازي. أحالت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء ملف الطبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه على الجلسة بعد انتهاء قاضي التحقيق من تحرير قرار الإحالة. وحددت المحكمة الخميس المقبل تاريخا للشروع في محاكمة الطبيب المعروف باسم طبيب الفقراء، حيث سيمثل رفقة باقي المتهمين بمن فيهم زوجته وشقيقه المتابعين في حالة اعتقال أمام القاضي علي الطرشي. وحسب مصادر جريدة إلكترونية، فإن قاضي التحقيق أبقى على تهمة الاتجار بالبشر ضمن صك الاتهام الموجه إلى الطبيب التازي ومن معه، كما تقرر وفق المصادر نفسها متابعة الموقوفين بتهم تزوير وثائق إدارية وتجارية والمشاركة في ذلك. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف قد استمع إلى مجموعة من المصرحين الذين تم التواصل معهم من طرف سيدة تدعي قيامها بأعمال خيرية للمرضى المتواجدين في مصحة الشفاء المملوكة للتازي، وكذا المتهمين الموقوفين، وعمل على إجراء مواجهة فيما بينهم. ووفق مصادر صحفية، فإن المواجهة التي أجريت بين المتهمين فجرت خلافات بين التازي وزوجته وشقيقه، وتم خلالها تبادل الاتهامات فيما بين المتابعين في القضية. وكانت النيابة العامة قررت متابعة الطبيب التازي ومن معه بجناية الاتجار بالبشر، وذلك باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في بالقيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 ممن يعانون من المرض.